مدرب إسبانيا يوبخ إبراهيم دياز ويبعده من جديد عن منتخب إسبانيا. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وهيا نبدأ. خرج المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب لاروخا بتصريحات جديدة بخصوص وضعية اللاعب من مزدوجية جنسية إبراهيم دياز نجم نادي ريال مدريد وإمكانية تمثيله منتخب إسبانيا أو تمثيل منتخب المغرب. لويس دي لا فوينتي نفى كل الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية من الصحافة الإسبانية والتي لمحت إلى أن إبراهيم دياز اختار تمثيل منتخب إسبانيا ورفض المغرب، وأكد من جديد أن اللاعب لم يختر إسبانيا بل لمح إلى أنه يميل للمغرب أكثر. وقال لويس دي لا فوينتي في حوار مع منبر أوندا سيرو الإسبانية ما يلي: لن أضغط على دياز من أجل تمثيل إسبانيا. دياز يجب أن يكون مقتنعا تماما باختياره للمنتخب الذي سيمثل مستقبلا. من يريد الانضمام إلى المنتخب الإسباني عليه أن يأتي بقناعة تامة ومطلقة. كما أنني كمدرب لمنتخب إسبانيا أرفض أي شكل من الابتزاز من طرف دياز. وتابع: تعتبر حالة إبراهيم دياز غريبة بعض الشيء، فهو لاعب كرة قدم يمكنه اللعب لكل من إسبانيا والمغرب، برغم من أن كل شيء كان يشير إلى أن رغبته هي القيام بتمثيل منتخب إسبانيا. وللإشارة فإبراهيم دياز يتألق هذا الموسم بشكل لافت مع نادي ريال مدريد بعدما أصبح يقنع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدورات الأخيرة. وفي الجانب الآخر فإن تقارير مغربية أكدت قبل الكان أن إبراهيم دياز أخبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأنه يرغب في تمثيل منتخب المغرب بعد نهائيات كأس أفريقيا.